ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وجبة غدا خطيرة مشبعة جدا، صحية رهيبة، فيها كل حاجة، فيها بطاطس، فيها سلطة، فيها حصة من البروتين، مشبعة جدا جدا. لما بكون عاملة دايت وعايزة اكل وجبة مشبعة بعمل الطبق ده، بجد خطير، لازم تجربوه. عندي كمية من الميني بوتيتو، غسلاها غسلة كويسة جدا لان انا هستخدمها بالقشر بتاعها. لو ما عندناش الحجم الصغير قوي من البطاطس ده، ممكن بطاطس حجم وسط ونقطعها مكعبات. هغمرها بالميه وهسلقها نص سلقه عشان هنكمل بقيه السوا بتاعها في الفرن. اثناء ما البطاطس عندي بتتسلق، عندي كميه من صدور الفراخ فرمتها فرم ناعم جدا في الكبه بدون اي اضافات. بعد كده هضيف لها بقى بهارات، ذره صفراء، بقسماط مطحون، وهديها تقليبه كويسه جدا لغايه ما كل حاجه تندمج عندي تماما. هكتب لكم كل التفاصيل الوجبه تحت في الكابشن. بعد كده هشكلها، هبل ايدي بلة زيت بسيطه وهشكلها التشكيل اللي انتوا عايزينه بقى، دوائر، مربعات، اصابع، زي ما انتوا عايزين. بعد ما هكمل الكميه، اشكل الكميه كلها عندي، هدخلها الفريزر بس لغايه ما اخلص بقيه الطبق بتاعي. ممكن كمان لو انتوا بتعملوها بس كده مع شويه سلطه ممكن تشووها على طول، لكن انا عشان خاطر لسه هنكمل بقيه الطبق بتاعنا فدخلتها الفريزر. عندي بقى السلطه بتاعتنا الخطيره المشبعه دي. هنعمل عندي 2 حجم وسط من البتنجان الرومي، شويتهم في الفرن وبعد كده قشرتهم وفرمتهم زي ما انتم شايفين بالسكينه كده، فرم ناعم جدا. بعد ما فرمتهم كده خلاص وعندي البتنجان بقى جاهز، عندي طاسه بقى غير لاصقه، هحط عليها كميه من الحليب او اللبن، وهحط عليها جبن موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه تشيدر، اي نوع جبنه انتوا عايزينه. هديها تقليبه كويسه كده وهحطها على نار هاديه جدا لغايه ما نوع الاجبان اللي احنا هنحطه يدوب تماما مع الحليب. بعد كده هحط بقى البتنجان بتاعنا اللي احنا لسه فارمينه، وهديله تقليبه لغايه ما كل البتنجان يندمج تماما مع الحليب بالاجبان. بعد كده هديله بقى بهارات وهديله تقليبه وهحطه في طبق، وكده السلطه الخطيره بتاعتنا بقت جاهزه. هنكمل طبق البطاطس بقى. البطاطس عندنا خلاص بعد ما اتسلقت، هقول لكم بقى هنعمل فيها ايه. كده خلاص البتنجان هنركنه على جنب ونكمل بقى طبق البطاطس. معلقه بقى من زيت الزيتون، ممكن معلقه كبيره شويه، هحطها في طاسه غير لاصقه وهحط عليها فص توم متقطع مكعبات صغيره قوي وعود روزماري كده، وهرفعه على النار لغايه بس ما التومه بتاعتي تبدا تصفر. خلاص هرفعه من على النار، هصفيه، بس هاخد معلقه الزيت الزيتون ديت مع العود الروزماري ده، وهحط بقى كميه من البهارات بقى هكتبها لكم برده تحت في الفيديو، وهديها تقليبه كويسه جدا، وهكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وهدخلها تكمل بقيه السوا. احنا طبعا اوريدي سلقينها نص سلقه، فهي مش هتاخد معانا وقت خالص. وهقلبها كويس كده، وهحطها بقى في صينيه فرن، وهحط معاهم عود الروزماري بتقلب الدنيا. البطاطس دي يا جماعه بجد خطيره، لازم تجربوها. هحطها كده بقى، وكل البهارات اللي محطوطه في الصينيه هنزلها، لانها بهارات بقى خطيره رهيبه بجد، ريحتها بتبقى قلب البيت فعلا. البطاطس دي لوحدها في حته تانية خالص، لازم بجد تجربوها. هدخلها الفرن بقى تاخد بقى بقيه السوا بتاعها وتاخد لون حلو كده، وهتكون معايا خلاص جاهزه. وهنبدا بقى نقدم الطبق بتاعنا. قبل ما نقدم الطبق بتاعنا بقى هنعمل بصل، دي بقى خطوه اختياريه لو انتوا عايزينها او لا. بصلايه حجم وسط صغيره قوي كده، هقطعها شرايح رفيعه جدا، وهبهرها بملح فلفل سماق، هفركها كويس كده، واحط عليها معلقه زيت زيتون. طعمها بيبقى خطير. لو مش عايزينها تقدروا تلغوها، او ممكن كمان تحطوا عليها مكعبات من الطماطم، بتبقى خطيره حلوه جدا جدا، وبتحلي الطبق بتاعنا جدا. هنزل بقى الفراخ بتاعتي من الفريزر في طاسه بقى غير لاصقه، دهنه زيت زيتون بسيطه خالص، وهبدا اشوحها. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا لها كمان بخة زيت بسيطه خالص وتشوها في الاير فراير او في الفرن.
انا شويتهم على الطاسه من فوق كده. وكده الطبق بتاعنا بقى جاهز خلاص. عملنا السلطه، شوينا الفراخ، والبطاطس بتاعتنا طلعت بقى من الفرن رهيبه، ريحتها قلب الدنيا واستوت وطعمها بقى خطير. هنقدم بقى الطبق بتاعنا. طبعا بقى الكميات، طبعا لو احنا بنعمل دايت كميات تبقى محدودة. هنقدم بقى في الطبق بتاعنا، نحط السلطة بتاعت البتنجان اللي احنا عملناها مع صوص الجبنة. وبعد كده هحط بقى الفراخ اللي احنا شوحناها. زي ما قلت لكم ممكن تشوحوها كمان في الاير فراير او في الفرن، بتبقى خطيرة، ريحتها كمان حلوة قوي. طبعا الكميات بقى زي ما انتوا عايزين، بس طبعا لو احنا بنعمل دايت الكميات تبقى قليلة على قد ما بنقدر. بعد كده هحط بقى البطاطس الخطيرة بتاعتنا. بجد البطاطس دي طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. طبق بجد خطير. سلطة البتنجان حلوة جدا مع البطاطس مع الفراخ. شرايح البصل كمان محلات طبق قوي. عايزين تضيفوا لها مكعبات طماطم تقدروا. عايزين تلغوها خالص برضو ما فيهاش مشكلة. بس بجد طبق كله على بعضه كده خطير، جربوه زي ما هو كده هيعجبكم جدا. مش قادرة اوصف لكم بقى الطبق قد ايه مشبع جدا جدا. البطاطس مع الفراخ مع السلطة مشبعة جدا، مش محتاجة خبز، مش محتاجة اي حاجة. اتمنى بجد تجربوها. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك.